أحسنت صنعا. بينما كان سامر يسير على الرصيف إذ رأى عجوزا تحمل سلة ثقيلة، حياها سامر بكل أدب، ثم عرض عليها المساعدة فقبلت شاكرة. حمل سامر عنها السلة وأمسك بيدها حتى أوصلها إلى بيتها. وضعت العجوز يدها على رأسه قائلة: حفظك الله لوالديك وبارك لهما فيك. عاد سامر إلى منزله فأخبر أمه بما كان من أمره مع العجوز. فقالت الأم: أحسنت صنعا يا بني. قال سامر: الفضل يعود لك ولوالدي ولمدرستي. أحسنت صنعا.